السلام عليكم حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض وصفه طالعه ترند جدا على الفيسبوك واليوتيوب. طالعه هي الوصفه دي اصلا وصفه جزائريه، فهي طالعه ترند بقى اليومين دولت على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. فانا قلت اما اعمل الوصفه دي معاكم. عملتها، الوصفه جميله جدا، حاجه كده ميكس ما بين البسكوت، احلى من البسكوت واطعم من الكيكه، بس سهله خالص وبسيطه ويعني وسهله وموجوده، يعني حاجات امكانيات بسيطه خالص تقدري تعمليها. بس علشان ندي الحق لاصحابه، يعني ان الوصفه دي اصلا جزائريه، بس هي طبعا طالعه بقى منتشره وكده، قلنا نجربها ونشوفها كده مع بعض. هي ناجحه وجميله وطعمها حلو، وبطريقه بسيطه خالص تقدري تعمليها. المقادير موجوده عندك في المطبخ بتاعك، تقدري تعمليها وسهله. هوريها لكم الصينيه، وشايفين الطبقات بتاعتها تحفه. ممكن تعمليها بدل الشوكولاته البيضاء تعمليها بالشوكولاته الغامقه، طبعا اللي يريحك والموجوده عندك. وممكن تعملي، مش لازم يعني تكلفيها، ممكن تستكفي بس بالطبقه بتاعتها من غير التزيين. كمان طعمها جميل قوي وتحفه. بصوا ما شاء الله، تسويتها جميله وتحفه، تتقطم معانا زي البسكوته كده. شايفين الطبقات بتاعتها والتوريه بتاعتها جميله ازاي، عامله طبقات كده ميكس. هي اصلا كده بتبقى طبقات كده فوق بعض، تحفه قوي، وطعمها كمان حلو. شايفينها بتتقطم معانا وبتدوب، عامله زي البسكوت الويفر كده وزي الكيكه، يعني حاجه ميكس كده جميل قوي. يلا بقى ندخل على الوصفه ونشوف المقادير. هنبدا بقى مع بعض الوصفه، نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا بقى مع بعضنا الوصفه. عندي الاول بسم الله الرحمن الرحيم، عندي 4 بيضات من البيض، 4 وحدات. البيض اللي عندي حجمه صغير، لو انت عندك بيض حجمه كبير يبقى هتستعملي 3 بيضات، انك من البيض حجمه صغير فهستعمل ال4 بيضات. هنحطهم مع بعض في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. هي مقاديرها سهله وبسيطه وموجوده يعني في البيت وهتعمليها. ودي كوبايه سكر. هضرب بقى المكونات دي كويس مع بعض، اهم حاجه الاتنين دمت عشان بس ادوب السكر ما يبقاش فيها سكر. اضربها كويس، ممكن بالمضرب السلك عادي، ممكن بالهاند بلندر، واسهل حاجه خالص في الخلاط. انا عملها لك في الخلاط، مش هتاخد معاكي دقايق، وهتجربيها وتشوفيها. هنضربها وارجع لكم. احط برده الفانيليا، باكت من الفانيليا كده عشان الريحه، عشان ريحه البيض والزفاره. عندي كيسين فانيليا كده هحطهم برضك معاهم. هنضربهم بقى مع بعض ونرجع عشان بس صوت الخلاط. انا كده ضربت البيض والسكر مع بعض كويس قوي علشان السكر يدوب. عندي بقى كوبايه الزيت هنزل عليه بيها كده ونضربها برضك مع بعض. عندي كوبايه زيت اهيت، بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل بيها كده وهضربها برضك كويس. عشان الزيت يمتزج برضك مع المكونات دي السائله دي. هضربها وارجع لكم. عندي بقى المكونات بعد ما ضربتها كويس والزيت اختلط مع البيض والسكر بالشكل ده كده. هجيب الطبق بتاعي وانزل عليها بسم الله الرحمن الرحيم، انزل بكل المكونات ديت اللي احنا ضربناها مع بعض. احنا محضرين نص كيلو من الدقيق. طبعا بقى يا حبايبي هفكركم ان الوصفه دي وصفه مش بتاعتي، هي وصفه منتشره على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، فقلت اجربها معاكم. هي ترند، طلعت ترند جديد، قلت اجربها ونجربها ونشوفها مع بعض. وهي اصلا الوصفه دي وصفه جزائريه، عشان ندي الحق يعني لاصحابه. هي اصلا من زمن الزمن، وهي طبعا ايه جزائريه، اصولها جزائريه، بس هي منتشره على اليوتيوب اليومين دولت، فقلنا نجربها من غير بس ما حد ما يدخل يقول لنا لا دي مش وصفه بتاعتكم ولا مصريه. احنا عارفين واحنا بنقول يعني الحق يعني. نزلت بقى بكل الخليط كده. عندي بقى معلقتين كبار هرميين كده من النشا، دي طعمها حلوه للبسكوته. هي خليط كده يعني، هي الوصفه دي خليط ما بين الكيك والبسكوت، يعني انتوا فاهمين قصدي، حاجه كده بس طعمها تحفه. بسم الله الرحمن الرحيم.
هجيب كيس من البيكنج باودر كمان واحطه. هنقلب بس الاول الخليط ده. هي طبعا تعتبر زي البسكوت، ما بتبقاش محتاجه برضو كعجن كتير لما هنحط الدقيق بتاعنا. هنقلب بس كويس النشا. بالشكل ده كده. في كرتونات من النشا ولا حاجه بنروح جايين مقلبينها كويس. عندي باكت بقى من البيكنج باودر هنحطه برضو معاها، او يعني معلقه كبيره يعني من البيكنج باودر. انا عندي باكت اهوت هفضيه برضو كله بالشكل ده وهنقلبه. انا هنزل بالدقيق نبدا الاول كده. انا عندي بقى نص كيلو من الدقيق او 4 كوبايات. لو انت عندك دقيق وعايزه تعيريه بالكوبايه، هي وصفه سهله خالص ما فيهاش اي مشكله يعني. عندي بقى الدقيق زي ما قلنا 4 كوبايات. انا طبعا هسيب برضك شويه عشان من دقيق لدقيق بتختلف، وممكن تاخد معايا اكتر من 4 كوبايات. كل ده بيبقى على حسب حجم البيض وحسب الكوب المعياري. بس اخلي الكوب اللي انت تستخدميه كله بنفس الكوب المعياري اللي انت تستخدميه في الوصفه. وعامه في اي وصفه خليكي ماشيه على نفس الكوب المعياري. طبعا هي ما بتحتاجش عجن كتير يعني، هي بتتلم بس عشان احنا عارفين البسكوتات ما بتبقاش عايزه عجن. بسم الله الرحمن الرحيم. ما احنا شايفينها هي طريه خالص اهي. احط بس معلقتين منها واسيب برضك معلقتين اهو. طبعا احنا شايفين العجينه كده دي اختفى اهوت، بس هي لسه طريه. فانا هقسم المقدار ده نصين عشان اوريكم دلوقتي هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هحاول كده نقسمه نصين كده. لو عندك ميزانه طبعا هتوزن، بس احنا هناخده بالايه بالنظر كده يعني. هقسمه الاول عشان بس ما اطولش عليكم كده. عندي بقى سمك المكونين اهمت العجينه لجزئين عشان هنعمل جزء ابيض وجزء بالكاكاو. هنحط هنا معلقه كاكاو كده، معلقه كبيره كده كده، معلقه على حسب ما هتاخد بقى معانا هتلم معانا. انا حطيت معلقه ونص اهوت من الكاكاو. وعندي الدقيق يعني دول حوالي معلقتين الكميه الموجوده. احطها كده بالراحه برضك ونلم. هنعجن الاول بايدينا بقى عشان نحس بملبس العجينه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا مش هنعجن، احنا بس نحاول نلم عشان بس ما تعضمش معانا البسكوته. طبعا هتحتاج تاني دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا قلت لكم ممكن تحتاج اكتر كمان. انا كله بيبقى على حسب برضك البيض اللي احنا مستخدمينه وحسب نوعيه الدقيق.
هحط كمان بس معلقتين دقيق. عندي العجينه عجنتها معاكم اهي، بس ما شاء الله العجينه بقت حلوه. هي خدت فوق المقدار اللي كان متبقي، خدت معلقتين كمان دقيق. بصوا هي كده العجينه بتلزق، بس مش يعني مش بتطبخ في الايد. هي دي العجينه بتاعتنا زي ما احنا شايفينها. اعمل برضو التانية دي بنفس الطريقه. هقلبها. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تحتاج كمان معانا معلقه كاكاو. انا عندي الكاكاو اللي هنا فاتح، طبعا لو كاكاو غامق هيبقى احسن كمان. هو خام بس فاتح. هنقلبها. لو احتاجت كمان هنحط كمان معلقه كاكاو. هستعمل ايدي. بصوا عشان ما اطولش بس عليكم، انا هعجنها وبعدين اشوفها لو احتاجت مني كاكاو تاني هقول لكم. بصوا انا بعملها محتاجه كمان معلقه كاكاو، هحط كمان معلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بالكيس يعني حوالي معلقه. هقلبهم وارجع اوريها لكم. عندي بقى زي ما انتم شايفين العجينه التانية البني اللي بالشوكولاته بقت عامله ازاي ما شاء الله. دي خدت معايا 4 معالق من الدقيق عشان تلم. انا قلت لكم ممكن نستخدم اكتر يعني دي اكتر، فاخدت المعلقتين اللي كنت راكناهم وخدت كمان معلقتين عليهم. وده برضو خدت 3 معالق من الكاكاو الخام. هفردهم بقى. هنجيب كيسه. ثواني. هجيب كيسه وادهنها دهنه من الزيت عشان تسهل بس عليا الشغل وما تلزقش معايا على البلانشه ولا على الرخام. دهنه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان تبقى سهله معانا بس في ان احنا نيجي نقلبها. عندي البيضه كده بالنشابه بقى وهكذا. نفرد بقى بالراحه كده، هي هتبقى سهله معانا عشان العجينه طريه والكيس مساعد معانا كمان، هو ونقطه الزيت اللي احنا حاطينها فردينها تحت كده. ماشي. هفردها بقى على شكل مستطيل كده. احاول ان انا اسوي. هي وصفه سهله مش هتاخد معانا وقت، وقلنا طبعا ديت وصفه لا هي كيكه ولا هي شوكولاته ولا هي بسكوت ويفر. هي حاجه كده ميكس حلو كده، بس هتعجبكم طعمها جدا وهتجربوها وتشوفوها. نحاول ان احنا نلم يعني ما نخليهاش اللي هي طالعه كده، انتوا فاهمين قصدي. نحاول ان احنا نبقى مخلينها نسويها كده يعني تبقى على شكل مستطيل كده او مربع. كل ما نلاقيها كده فتحت بقى مننا عشان احنا عايزين الطبقات تبقى متساويه. بالسكينه او بالسكريبر بقى اللي معاكي اي حاجه يعني، بايدك برضك. العجينه بتتفرد حوالي سنتي ونص او 2 سنتي كده. خلي بالنا من الطروف برضك عشان متبقاش سميكه برضك قوي. بالشكل ده. يا رب تكون واضحه بس معانا بالشكل ده كده. انا بحاول ان انا اوضحها لكم هشيلها وافرد بقى بالشكل كده بقى. كده فردت معانا ومسويينها اهوت. اشيل بقى الشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب كيسه برضك. نقطه زيت برضك عشان تسهل عليا.
نقطه الزيت بتسهل علينا الفرد، مخليهاش اللي هي تلزق لما نيجي نقلبها على بعض الطبقات. دي العجينه كده زي ما احنا مش شايفين، طريه خالص معانا وسهله في التشكيل. انا هحط كيس كمان كده فوقيها تبقى سهله كمان اكتر في الفرد. نخليها على شكل مستطيل كده عشان احنا هنعملها طبقات. نص الكيس، الكيسين فوق بعض بيخليها يعني ما تلزقش في النشابه ولا كده، وتبقى سهله معانا. وهي العجينه طريه اصلا بتبقى سهله معاكي في التشكيل. نحاول برضه نعمل بايدينا بالسكينه براحتك. اسف على التليفون وقع. انا هحاول بقى ان انا اظبطها كده ازاي. عايزين نسويها عشان تبقى هي الاتنين متساويين مع بعض، يعني قد بعض في المساويه، يعني تبقى الاتنين قد بعضهم في الحجم. ماشي كده يا حبايبي بالشكل ده. اشيل، انت حابه تحطي البيضه فوق والبني تحت براحتك. احنا هشيل دي دلوقتي واجيب البيضه. بالشكل ده كده. هجيب اللي هي بالشوكولاته ديت البني وافردها عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى، احنا نحاول ان احنا نظبطها بقى تبقى الاتنين متساويين بقى بالشكل ده كده. احنا بنحاول بس نظبطها كده عشان يبقى الطبقات كلها متساويه وتبقى الطبقات كلها باينه كده من بعضها. نديها فرده كده الاتنين مع بعض. هنجيب بقى الطرف ده على الطرف الاخير اللي هنا كده، وهنفرد برضه. نحاول ان هما يبقوا برضه متساويين مع بعض. تفردي عشان ما تبقاش برضه سميكه معاكي قوي. بالشكل ده كده اهو. هنجيب برضو الجزء بقى بالعكس عشان تعمل معانا طبقات حلوه وتبقى الطبقات بتاعتها باينه. هجيب الجزء ده برضو احطه على الجزء ده
وهنفرد كده. تاني تطبيقه مع بعض عملناها. ممكن تعملوها 3 تطبيقات، 4 تطبيقات، 5، بس هي احسن حاجه 4 تطبيقات. 5 هتديك السمك بتاعها مش عالي قوي، و3 هتبقى ايه يعني الطبقات بتاعتها مش كتير. نعكس برضو بالشكل ده كده. نحاول برضو اللي احنا نسوي، نحاول ان احنا نوصل برضو في العجينه في الكيسه. انا عايزه بس عشان الكيسه تبقى سهله معايا في ان انا بشيلها وبحركها. نفرد برضو واحنا بنساوي، يعني انت الطبقات مش مثلا مش متساويه كلها مع بعض، انت بتسويها برضو ما فيهاش مشكله. لما تبقى مش متساويه يعني دخلت عفوا هي دخلت مش متساويه، انت بتساوي كده. كده ثالث طبقه احنا عملناها مع بعض. بصوا الطبقات بتاعتها بانت دي، انت كده ماشيه صح. كل مره بتعمليها بتديها على شكل مستطيل كده، وتحاولي ان انت تظبطيها بايديكي. يا رب بس تكون الشكل واضح معانا كده. هجيب بقى الجزء ده. دايما لما تيجي تعمليها تتنيها بالعكس، تتني بالعكس. الطبقه اللي انت عملتيها دي اخر طبقه عملناها مع بعض ديت. هوصلها برضك علشان ايه افردها كويس. نحاول ان احنا نظبطها بقى كده بالشكل ده، متخافوش هي هتتدرب. نحاول بقى ان احنا نظبطها على قد الايه الصينيه اللي احنا هنشتغل فيها. زي ما احنا شايفين فردناها اهيت. السمك سايبينه حوالي 2 سم، وهي ما شاء الله جميله معانا. شايفين الطبقه بقت رقيقه خالص اهي. هجيب بقى صينيه وادهنها دهنه زيت. عندي الصينيه دهنتها دهنه زيت كده. دي الصينيه اللي في القالب الوسط، اللي هي مقاس 30 او 5 مقاس 30، اللي هي في القوالب الصغيره دي. ماشي، القوالب الطاجن اللي بيبقى موجود في كل بيت. دي الصينيه الوسط. انا لو في زياده طبعا هنشيلها ونحط دي. انا هسيبها كده عشان نقلب تبقى سهله معانا في القلب على طول بالكيسه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان كده ما شلتش الكيسه من الاول. هنسكن بقى الكيكه كده في قلب الصينيه، والزياده طبعا هنشيله، مش هنرميه، هنسويه برده معاها. نشيل بقى الزياده كده بالشكل ده.
بنحط بنسكنها بقى بالراحه في مكانها، وبنسويها كده بالراحه عشان الفوق الزياده من كل ناحيه كده. هي طريقه سهله وبسيطه خالص، طبعا طريقه جديده ومنتشره على اليوتيوب، فقلنا نجربها معاكم. وديت مش وصفه جديده ولا حاجه يا جماعه، ولا بتاعت حد، دي وصفه جزائريه اصلا وطلع ترند. وطبعا بنشكرهم جدا يعني على وصفاتهم برضو الجميله، اخواتنا الجزائريين. هنسوي بقى كده، وعايزاكم تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم فيها، وايه رايكم في الوصفات وفي الحاجه اللي بعملها. انا ظبطت اهوت كده الصينيه بتاعتي اهيت بالشكل ده. احنا لا بندهن وش ولا حاجه، احنا بندخلها بقى في الفرن. الفرن انا قدت الفرن على درجه حراره وسط، هي بتقعد حوالي من 25 دقيقه لنص ساعه في الفرن. وبنختبرها بخله الشيش طاووق كده، بنحطها ونشوفها طلعت. لو طلعت عادي يبقى لسه بنسيبها كمان 5 دقايق. ماشي يا حبيبي، ندخلها بقى الفرن ولما تطلع هوريها لكم. طلعت من الفرن، انا جربتها بالخله كده اشوفها، ما لقيتش فيها يعني عجين، تاخد لون بسيط كده. وديت العجينه اللي كانت باقيه، عملتها زي صوابع كده، جميله وطعمها حلو وتحفه. هسيبها اللي هي تهدى شويه وبعدين احط عليها بقيه المكونات بتاعتها، نرجع ونشوف. عندي بقى كيكه لسه دافيه كده، عندي صوص الشوكولاته، انا سيحته على بخار مائي، هفضيه بقى عليها كده بالشكل ده. وانا هنحاول بقى ان احنا نوزعها بقى بالشكل ده، وهي سخنه كده والكيكه لسه دافيه معانا، هتتوزع بسهوله. هوزعها الاول. عندي بقى بالشكل ده، تحاولوا بس ان احنا نسرع بس ايدينا قبل ما الشوكولاته ما تنشف. بالشكل ده كده، وهنزينها بقى بصوص شوكولاته، وممكن بفرمسيه باللي عندك يعني، مش لازم، ممكن تستكفي بكده. خطوط رفيعه كده، وكعب شوكولاته بس واحد من البني ده، وعليه معلقه زيت. والشوكولاته ديت حوالي 200 جرام شوكولاته خام، وحطيت لها برده 3 معالق من الزيت كده. هي ازيد من اللي انا عاملاها، ازيد من 200 جرام. الشكل اللي احنا متعودين عليه، الشكل اللي تزيين بسيط يعني كده. بصوا بقى بالخله، وهنعمل بقى الاشكال بالراحه كده، رايح جاي، خطوط بالطول وخطوط بالعرض. نعمل العكس بقى.
بالشكل ده زي ما احنا ما شايفين شكلها كده. هنقطعها بقى طبعا على حسب التقطيع اللي انت حباه، وهي سخنه كده لسه. كيكه دافيه اهيت عشان تتقطع معانا بسهوله، والشوكولاته لسه ما نشفتش. همسح بس ما بين كل قطعه كده علشان ايه الطبقات تطلع متساويه. عندي بقى كل ما هقطع اروح جايه مسحه السكينه بتاعتنا عشان تطلع الشكل ده كده. طبعا انت عايزه تقطعها بقى بالاحجام اللي انت عايزاها، عايزه تعملها زي البسكوت الوفر كده و... وصوابع تبقى حلوه قوي. احنا كده قطعناها اهوت. هدخلها بقى التلاجة تجمد. لما تجمد بس هوريها لكم. عشان انا بعيد بس على دي. مكعبات صغيره كده. ماشي يا حبيبي، تجمد الصينيه وتطلع بقى هوريها لكم. عندي الكيكه بعد ما خلصتها، او البسكوت الوفر اللي هو طالع جديد، بعد ما خلصتها بالمقادير دي. شفت انا كسرت قطع منها، شايفين الطبقات وشكلها من جوه عامله ازاي. عايزه اقرب لكم عامله ازاي وطعمها عامل ازاي. تحفه جدا. عايزاكم تجربوها وتمشوا بقى على الطريقه ديت. ولو عجبتكم ما تنسونيش بقى في لايك واشتراك وتفعيل الجرس. انا متاكده ان الطريقه هتعجبكم خالص بالشكل ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.